انتوا ايه هتخسروا امتى؟ هتخسروا امتى بجد؟ قطر ماشي معدي، قطر دايس كده على الناس، في هتخسروا امتى بجد؟ امتى هتخسروا؟ يخرب بيت الحظ اللي انتوا فيه. سواء مش حظ بس بصراحه، وانتوا برضو الحكم النهارده مظبطكم على الاخر. يعني سيبكم ان بيراميدز النهارده ليه ضربه جزاء ما اتحسبتش وواضحه جدا، بس طبعا لا الحكم ولا الفار كانوا فاضيين، والفار كان تقريبا بيشرب شاي وقت اللقطه دي يعني، فما كانش فاضي يبص عليها. وسيبكم ان الجون بتاعكم اصلا تسلل. لا الدنيا النهارده ماشيه معاكم حظ ومساعدات وكل حاجه يعني. وطبعا بيراميدز اللي ماشي النهارده عامل زي البطه البلدي حرفيا في الملعب، اللي بيجي قدامنا يقلب وحش، قدام الزمالك بيقلب بطه بلدي حرفيا، بيقلب بطه بلدي معرفش يعني. الصرم والغل بيطلع قدام الاهلي، بس هيجي بقى قدام الاهلي الماتش الجاي هيقلب وحش كاسح، هتلاقي وحش نازل الملعب كده. البطه البلدي اللي كانت في الملعب النهارده هتتقلب، هتتحول. هو انت يا جدع انت منك لله، والله منك لله على السنه السوداء اللي احنا شفناها دي، منك لله. علشان ده بيحتفلوا، ده خلاص احتفلوا بالدوري خلاص. ده بعد الماتش الراجل صفر من هنا، ودول خدوا كاس العالم من احتفلوا حرفيا بالدوري. يا ريت يا لعيبه الاهلي تفوقوا بقى. انتوا دلوقتي لو كسبتوا بيراميدز هتبقوا لسه في فرصه، لو الزمالك وقع، وان شاء الله الزمالك يقع احنا نكسبه باذن الله، نكسبه ويقع في ماتش من الماتشات بتاعته بقى، سيراميكا توقعه اي. المهم ان هو يقع، هو ما بيقعش، ده ماشي زي القطر ماشي زي القطر. شفتش حظ في الحياه كده؟